بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم محمد صقر. هنتكلم النهارده باذن الله عن برنامج الريفت. بس في البدايه يعني خلونا ندردش شويه مع بعض. مبدئيا سؤال مهم جدا لازم كل واحد فينا يساله لنفسه، يعني ليه ريفت؟ ليه انا عايز اتعلم ريفت؟ ايه اللي سمعته عن الريفت خلاني عايز اتعلمه؟ يعني اي حد بيتعلم اي برنامج جديد بيبقى ليه وجهة نظر فيه، يعني اشمعنى ريفت؟ السؤال ده انا نفسي معرفتش اجاوب عليه لما جيت اتعلم ريفت. آه، يعني خلونا نجاوب بس الاول على السؤال دوت. مبدئيا بالنسبه لي انا كإجابة على السؤال ده بعد ما اتعلمت ريفت. ريفت برنامج هندسي مهم جدا جدا جدا، يعني ان شاء الله المستقبل الجاي للريفت. وبيه ممكن نستغنى عن برامج كتير زي آه، يعني خلونا ما نقولش اسامي برامج بعينها، يعني بس هو البرنامج بالسيستم اللي هو شغال بيه سيستم البيم. يعتبر افضل نظام هندسي شغالة بيه برامج لحد دلوقتي في الألفية الجديدة يعني. آه، السيستم اللي شغال بيه برنامج الريفت هو سيستم البيم. ايه هو سيستم البيم؟ الفيديو دوت هيعرفنا بإذن الله عن السيستم دوت وازاي بيشتغل وايه هي المكونات بتاعته. مبدئيا هو مبدئيا سيستم البيم هو زي ما الفيديو موضح، هو اسمه building، اختصار لبيلدينج انفورميشن موديلنج. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين هنا البرنامج بيقدر يعمل الكلام ده. البرنامج بيقدر يوضح لي الفاير ريت بتاع الاوبجكتس، بيقدر يوضح لي نوعها، بيقدر يوضح لي الدايمنشن بتاعتها. آه، خلونا نتفرج على الفيديو. ده مثال عاملاه اوتوديسك عشان تشرح عليه البرنامج. طبعا زي ما احنا شايفين ده كومبوننت او ده موديل جوه المشروع. هو زي ما شفنا هنا موضح لي ده سكرين شوت من البرنامج. ده الحاجات اللي البرنامج بيقدر يحسبها او بيقدر يفهمها. البرنامج فاهم ان دي كراسي وترابيزة ليها سيت هايت ولها ديبث ولها ويتس وليها برايس كمان. يعني هو البرنامج فاهم الكلام ده، فاهم انا بقول له ايه. ده موقع مهم جدا. خلونا نرجع كده. ده موقع مهم جدا ناشونال بيم لايبراري. ده موقع مهم جدا 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 ان احنا نقدر نجيب من عليه موديلنج، او خلينا نقول نقدر نجيب من عليه حاجات البرنامج، كومبوننتس للبرنامج، زي مثلا كراسي، ترابيزات، ابواب، شبابيك، فلورز، عزل، اشياء كتير يعني من الحاجات المهمة اللي نقدر نستخدمها في البرنامج بعد كده. هنفهم يعني ايه كومبوننت، وهنفهم ازاي نقدر نستخدم الكلام ده، نقدر نستخدمه في 2D وفي 3D، و- وازاي نقدر نحسب الحاجات اللي البرنامج بيطلعها. طبعا زي ما انتوا شايفين هو عمال يطلع لي ديتيلز مهمة جدا عن كل حاجة، يعني كل حاجة في المنشأ بتاعي. زي مثلا هنا هو ده الباب اللي راكب في الكيرتين وول. هو فاهم ان ده باب، وفاهم ان ده سكرين شوت من البرنامج. يعني التايب بروبرتيز دي ده سكرين شوت من البرنامج. باين فيها زي ما احنا شايفين الكونستريشن تايب اللي هو الكونستراكشن بتاع الباب اللي هو ألومنيوم وإزاز.
بعد كده بيبدأ يبين لي الماتيريال بتاعته، الماتيريال بتاعت الفريم اللي هو الألمونيوم، الماتيريال بتاعت الإزاز، الماتيريال بتاعت الفينش لو واخد طبقة فينش، لو الإزاز عليه طبقة فامي أو حاجة. بعد كده بيبدأ يوريني التوصيف، يعني مثلا ده اليو ار ال بتاع الشركة اللي جايبين منها الموديل دوت او جايبين منها الباب. بعد كده هيوريني بقى الاسعار وتوصيف كامل، توصيف كامل للباب، ايه نوعه، عرضه قد ايه، ارتفاعه قد ايه، العتب بتاعه قد ايه، كل حاجة، كل حاجة بالنسبة كل تفاصيل الباب يعني. البرنامج فاهم الكلام ده. وده ده مكان الباب في التقفيصة او في الاستراكشر بتاع الكرتون وول. هنا ده كرسي، وزي ما عرفنا سابقا ده سكرين شوت من البرنامج بيفهم الكلام ده كويس جدا. برضو بيبدأ يوري لي كل حاجة. بيبدأ يوري لي موديل نمبر وده تغطية. تمام، بيبدأ يوريها لي بالموديل بكل تفاصيله يعني. وده جزء من المطبخ، قطعة من المطبخ. زي ما خدنا بالنا هنا ان هو يقدر يحط بياض يقدر يحط طبقات فينش، مش بياض، مش الوان زي برامج اخرى. زي الماكس مثلا، الماكس بيحط ماتيريال، بس الماكس مش فاهم ايه الماتيريال دي، مش فاهم ان ده تجاليد، مش فاهم ان ده طوب، مش فاهم ان ده تجاليد الومنيوم، مش فاهم ان ده بيض، مش فاهم ان ده طبليت طبليت سيراميك مثلا. لا، البرنامج بالنسبة للريفت فاهم ان ده ازاز، فاهم ان ده تجاليد، فاهم ان دي تجاليد الومنيوم، فاهم ان ده طوب، فاهم ان الارضية باركيه مثلا او سيراميك او ايا كان. فاهم الكلام ده في برنامج هندسي. وهنا بيوري لي مثلا الفاير ريت بتاع الالومنيوم المحطوط على الحيطة دوت. تمام. هنا ده قطاع ثلاثي الأبعاد، البرنامج يقدر يعمله بسهولة جدا. وبيوريني طبعا توصيف كامل للجزئية ديت أو القطاع دوت. طبعا زي ما وضحنا ان ده سكرين شوت من البرنامج. الحاجات دي البرنامج فاهمها كويس، القطع ديت البرنامج فاهم ايه التفاصيل، ايه الديتيلز بتاعتها يعني. كل دي عبارة عن كومبوننت جوه البرنامج، هنفهم يعني كومبوننت كويس جدا. كل ده البرنامج يقدر يعمله بسهولة يعني. ده الشكل، عشان بس نوضح حاجة مهمة، ان ده الشكل ال 3D جوه البرنامج. تمام، ده الشكل 3D. احنا نقدر نطلع لقطة بنفس الماتيريال دي بنفس الجودة دي ان شاء الله. تمام، دي لقطة انتيريور. في نفس الوقت ده الشكل ال 2D، يعني ده موجود وده موجود. احنا بنقدر نتنقل بين الاتنين جوه البرنامج بأريحية وبراحة تامة يعني. ده زي ما وضحنا اللي هو الناشونال بيم لايبراري، ده موقع مهم جدا للكومبوننت، او ان احنا نقدر نستورد من عليه حاجات مهمة جدا للمكتبة بتاعتنا. بتنزل غالبا بتوصيف كامل، توصيف محترم يعني. تمام. بالظبط زي ما هو موضح كده ان نظام البيم هو ال information builds the model. يعني بمعنى دي اختصارات، يعني بمعنى ان هو بيوريني الانفورميشن اللي انا محتاجها كلها بتاعة المبنى
في موديل انا عامله بايديا على البرنامج. يعني ده مجرد موديل، مش برنامج متنفذ على ارض الواقع، ولكن بالنسبة للريفت هو بالفعل متنفذ، هو بالفعل متنفذ جوه البرنامج. يعني انا جوه البرنامج مش بعمل موديلنج المبنى، لا انا ببني مبنى من الالف للياء، وبالتالي بيبقى عندي توصيف كامل للمبنى، لان انا ما ينفعش ابني مبنى في الواقع غير لما يكون عندي توصيف كامل بمعلومات كاملة عن كل شيء او كل مسمار بيتحط في المبنى. لو عندي باب انا لازم ابقى فاهم الباب دوت جاي منين، تكلفته كام، تفاصيله ايه، الفينيشز بتاعته ايه، الماتيريال اللي فيه ايه. لو هحط تجاريد لازم ابقى فاهم التجاريد دي تكلفتها كام، هتركب ازاي، تفاصيل الوركينج بتاعتها ايه. البرنامج بيقدر يطلع لوح ووركينج ممتاز جدا 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 في وقت قصير. برنامج نظام البيم عموما، يا رب نكون فهمنا هو بيشتغل ازاي او مش بيشتغل ازاي، يعني نقدر نكون فهمنا نبذة عنه. نظام مفيد جدا، بيوفر وقت، بيوفر فلوس، بيوفر مجهود كبير جدا جدا جدا. وان شاء الله تحبوه يعني، وان شاء الله يكون مريح بالنسبة لكم في العمل. تمام، ده كان اعلان عاملاه المكتب، عامله موقع ناشونال بيم لايبراري.